بقول لك يا هندسه، هو انا لو حابب مثلا ازود المشاهدات بتاعت اليوتيوب، اعمل ايه بس من غير ما ادفع فلوس؟ اقول لك تعمل ايه. ازيكم؟ النهارده انا هتكلم في حاجه مهمه جدا للناس المبتدئه اللي اول مره تخش مثلا يوتيوب وحابه ان هي ما تحبطش. يعني مثلا في ناس ممكن تكون عامله قناه اليوتيوب او قناه التيك توك او قناه الانستجرام او الفيسبوك بقالها مثلا سنه واتنين، والفيديوهات بتاعتها مش مشهوره وما حققتش دخل. والكلام ده بيعمل ايه بقى؟ طيب انا دلوقتي عندي حل. مش هقول لك طبعا انا هفعل لك ال 4000 ساعه مشاهده على اليوتيوب وهخليك 100,000 متابع على التيك توك وهخليك مش عارف ايه وادفع لي 10,000 جنيه ويبقوا وهميين والكلام ده. لا، انا مش هقول لك كده. انا دلوقتي عملت قناه على التليجرام، هسيب لكم الرابط بتاعها موجود هنا. لو انت بتتابعني من على التيك توك هتخش عندي على البروفايل تلاقي صفحه اليوتيوب، هتلاقي الفيديو ده نازل على اليوتيوب. هتلاقي تحته سايب لك في كومنت كده رابط القناه بتاعه التليجرام، هتخش عليها. احنا الهدف ده بقى احنا هنعمل ايه؟ احنا المفروض هنجمع عدد مشتركين على قناه التليجرام دي. يعني ولو افترضنا ان احنا معانا مثلا 2000 مشترك، 3000 مشترك، 5000 مشترك، كل قناه من ال 5000 مشترك دول هتنزل فيديو عندها مدته ساعه. والمطلوب من المشتركين التانيين ان هي تخش تسمع الفيديو ده. طيب هتقول لي دلوقتي انا يعني همسك موبايلي ساعه اتفرج على فيديو؟ لا، انت ممكن تتفرج عليه من خلال اللابتوب مثلا او من الكمبيوتر. بالطريقه دي انت هتحقق ال 4000 ساعه مشاهده حقيقيين 100%. طبعا هيكون عندنا تبادل اشتراكات وتبادل مشاهدات فيديو وتبادل لايكات وكل حاجه. يعني احنا هنمشيها كده، انت اعمل لي وانا اعمل لك ونشاهد بعض كده. المحتوى هيبقى علني 100% وهيظهر للناس التانية. فانت دلوقتي لو انت بتتابعني من على التيك توك اكتب هنا تم، وانا هبعت لك هسيب لك لينك القناه بتاعت التليجرام. ولو انت بتتابعني من على يوتيوب سيب كومنت وهتلاقي لينك التليجرام. وبالتوفيق للجميع.